اذا انطلاقه شوط المباراه الى رمي التماس، رمي التماس على طول تاني لصالح نادي بنياس. ادي الانطلاقه، سلام الماتش ده لو في هدف مبكر نستمتع بيه. محاوله تصويبه اكونور ملعوبه تاني من ريتشارد لكن مقطوعه وسط الملعب ناحيه فواز عوانه تمشي للنني. النهارده النني ومامادو كولوبالي هنشوف طريقتهم في اللعب بالنسبه للمدير الفني طبعا حسين عموته. هنشوف ادائهم بالنسبه للاداء. ادي على طول تاني انطلاقه زايد الزعابي، عدى زايد مقطوعه الكره تاني تمشي للنني، عملها بشكل جميل النني في الناحيه اليمنى ناحيه برونو. ادي برونو، محاوله برونو، 5 لعيبه على طول او 6 لاعبين دايما بيميلوا بيقفلوا. ادي الانطلاقه الحلوه لكن شكل بنياس حلو في البدايه والعرضيه الموجوده هنا، لكن في الاخير الى الخط الخلفي بالنسبه لفريق نادي بنياس. اللاعب جواو فيكتور المدافع الايسر بيبنوا عليه دايما، بيبنوا معاه. تمشي الكره الثانيه على طول عن طريق كولوبالي، محاوله تصويبه مبكره ولد لعيب جميله جدا. والانطلاقه وطلع خليفه الحماد يا ولد. ادي خليفه والتسديده وحارس المرمى يا ولد لعيب ممتاز هنا فادي ضنحاني. تسديده حلوه قوي من النجم الكبير، يعني النجم الكبير ولاعب المنتخب الوطني واللاعب الدولي. اللقاء تمشي على طول الكره تاني ناحيه فواز عوانه، اماميه عوانه ربيع. 3 المدافعين اللي فاتحين الملعب واسترتش الملعب بالنسبه للجزيره خطيره جدا، لكن سهلوا والمسانده بتاعت محمد ربيع. 3 بتوع اليمين و3 بتوع الشمال. تمشي على طول الكره تاني كيبانو، تصويبه على طول الكره الاماميه، رقابه ممتازه جدا نادي الجزيره. شوف بيلعبوا من نص ملعبه محمد ربيع. تمشي على طول الكره تاني لبرونو، برونو الجبهه اليمنى الى خلف الحسني، يمشي خلف. انطلاقه على طول تاني في الامام ناحيه اللاعب يوسف نيكتي. انطلاقه لجواو فيكتور، يلعب الكره الاماميه الموجود حاضر. العرضيه بقى ممكن دي خطيره لكن يطلع تاني الدفاع ممتاز. خليفه الحمادي هو اللي كان في اللقطه الاخيره. تمشي على طول الكره تاني لصالح نادي بنياس، كره اماميه. خليفه ولد لعيب يقرا الكره قرايه ممتازه ويقطع على طول تاني ريتشارد. الجزيره في عدد مرات الفوز، اقول لحضراتكم على تاريخ المواجهات. تمشي على طول الكره تاني بوجه القدم لكن سهله المره دي الى عارف سيف. بالنسبه لفريق نادي بنياس اللي محتاج بس حد شويه يجمع اللعب بفترات طويله على سهيل النوبي، على مجموعه اللعيبه. وادي الحسين عموته مدرب كبير جدا طبعا واسم الحقيقه من الاسماء الممتازه جدا جدا. النني محمد النني على طول تحس مزاجه عالي، بيلعب بمزاج ممتاز. تروح على طول الكره اماميه خطيره جدا، انطلاقه لزايد لكن سهله المره دي. كبير جدا مع المنتخب الاردني، شفنا اداؤه الكبير. ادي الحسين عمود مدرب عربي. كره تاني محمد النني يلعب الكرات الطويله الاماميه، بيعتمد الجزيره على الكرات دي كتير. المره شوف 3-5-2 او 3-4-2-1 ديت، الطرق دي كلها بتعتمد على كواليتي اللعيب. زايد محمد ربيع، ترجع الكره تاني العطاس لخليفه. خليفه واخد حريه اكتر، 1 2 ضد 2 خطيره جدا يا خليفه. مقطوعه، ادي مقطوعه لكن واضح ان في خليفه ليه دور خطيره جدا لبنياس. انطلاقه لبنياس، محاوله تاني طويله والعرضيه وعلي خسيف. لاعب يعني ننتظر منه الكثير جدا جدا طبعا. بنياس طبعا بيحاول هو كمان يبني جبهه يمنى، جبهه وحيده لحد الان بنشوفها. تمشي على طول الكره تاني لصالح الجزيره عن طريق اللاعب نيسكنز. كيبانو يحط الكره تاني ريتشارد يلا ريتشارد يحضر، ريتشارد يشتغل فرد. ريتشارد مره اخرى تاني كيبانو، والكره العرضيه تاني بالنسبه للجزيره. ولد فرصه هدف تضيع من زايد، مش ممكن فرصه هدف تضيع من زايد. يعني احد المفاتيح النهارده اللي عاملها الحسين عموته. شوف الكوره وده على طول هنا زايد الزعابي، لكن في الاخير الكوره الى ركله المرمى. عايز اواجه القدم الخارجي دي اللي تالق فيها الضنحاني فهد. تمشي على طول الكوره تاني محمد ربيع، وحش 1 ضد 1 ملوش حل. تحضير تاني على طول بالنسبه للجزيره، شكل هجومي وواجبات هجوميه ومحاوله تصويبه من نني يا ولد ممتاز. محمد النني المفروض ان كل لعيب في نص الملعب يحاول مره واثنين وثلاثه، اقل حاجه 3-4 مرات يحاول كل لعيب من لعيبه نص الملعب انه يسدد. ترجع الكره تاني، حكم اللقاء ما فيش حاجه. تمشي كره تاني برونو، هاتوا خد جميله، انطلاقه حلوه تاني مامادو والخطا على طول بوركا. يمشي الكره الطويله الاماميه على طول الكره الثاني محمد ربيع من اعلى نقطه مع مجموعه مدربين اجانب في 7 انديه ابقوا على ناحيه برونو. يحاول يعدي 1 ضد 1. ادي جواو فيكتور، عدى من جواو خطيره جدا دي. فرصه لبره فرصه لبره. مشكله نادي الجزيره القله العدديه. هوبا دي ممكن تصويبه نادي الجزيره. تمشي على طول الكره تاني لخليفه. شوف كم مره شفنا خليفه هنا لعيب متحرك يحضر. هوبا يلا برونو تصويبه تخبط في الدفاع. قائم بالاهداف بنياس 0 ونادي الجزيره 0. تمشي على طول الكره تاني محمد ربيع، قاطع الميه بتاعت بنياس بتاعت الجبهه اليمنى بتاعت نادي الجزيره كلها واقفه. يطلع على طول تاني العطاس. تمشي كره تاني لزايد. زايد
المفروض زايد يتحرك شويه احسن شويه. ادي محاوله تمريره تاني، برونو خطيره التمريره، انطلاقه محاوله، يعني ما تحسش على 4-3-3 ثابته، 4-4 1-1 4-4-2. ادي انطلاق على طول تاني محمد ربيع واحد من الثلاثه المدافعين اللي حاططهم الحسين عموته طبعا. ادي ريتشارد مدافع الطرف هناك على الورق، هو لعيب نص ملعب شمال لفريق نادي الجزيره. هو ده السؤال اللي اكيد الاستوديو التحليلي هيبقى طبعا يعني يرد علينا فيه. شوف الكره العرضيه ملعوبه هنا، تعليمات واكتر من دور يا جماعه. مفيش لعيب في نادي الجزيره بيلعب بدور واحد، مفيش مدافع فقط، مفيش لعيب نص ملعب فقط. نادي النصر تمشي على طول الكره تاني الطويله الاماميه في العمق، خطيره جدا محاوله. ادي المهاره، مفيش حد موجود هنا، لكن شوف محمد ربيع يلعب الكره الاماميه. محمد ربيع لكن اي كلام، كبير وكبير جدا. يليه طبعا فريق نادي العين. احتسب الحكم ركله الجزاء طبعا. عمري اللاعب ريتشارد اكونور، يمشي ريتشارد اللمسه هاته خد تاني مقطوعه. اللاعب فواز عوانه وباوزه، اللعيبه اللي بتنزل دايما نص الملعب. تمشي على طول الكره تاني للجزيره، محاوله من الجانب الايمن لصالح نادي الجزيره، محاوله العرضيه تتلعب الكره عرضيه تاني خطيره راسيه، والفهد هنا على طول ممتاز. فهد الضرحاني راسيه، نفس الاداء بتاع الشوط الاول بالنسبه لنادي الجزيره. سالم على طول الكره الامام ريتشارد القاب عصر الاحتراف. العين عنده 5 القاب، شباب الاهلي عنده 4. لسه المباراه واضح عمليه الجزء البدني. ادي انطلاقه مره ثانيه، لكن خليفه الحمادي ارقام يعني كبيره جدا يحققها نادي العين وشباب الاهلي والجزيره. تمشي على طول الكره ثاني وكذلك الوصل. تمشي على طول الكره اماميه، طول الكره ثاني البنياس، كره ملعوبه الامام ناحيه ريتشارد، عدى انطلق، لكن يا ولد عطاس في توقيت هايل. اماميه دايما خميس المنصوري يلعب الكره الطويله على كيبانو نسكنز يلعب كيبانو اماميه مقطوعه ثاني. الجزيره لم يخسر في اخر 8 مواجهات امام بنياس، فاز 5 وتعادل في 3 مباريات. كره على طول ثاني عرضيه، مباريات امس 11 هدف. تمشي على طول الكره ثاني راسيه، ادي انطلاقه ملعوبه راسيه ثاني خطيره، محاوله تمرير هوبا، الهدف الاول جول اول لصالح بنياس. تقدم في مرمى فريق نادي الجزيره وادي الحسين عموته. خليفه الحمادي هنا في الجبهه الشمال. شوف على طول ريتشارد طالع، دايما فريق نادي الجزيره بجبهتين بتوع الثلاثه في نص الملعب بالشكل اللي بيلعب بيه بنفس الاداء بتاع الشوط الاول. تمشي كره ثانيه على طول اماميه ممتازه، يحاول يعدي خطيره جدا، والثاني فرصه ثاني في 9 مباريات. اللاعب رقم 2 اللاعب عبد الله ادريس هيشارك اللاعب رقم 10 اللاعب خلفان مبارك. عبد الله ادريس وخلفان مبارك يشاركوا في الهاف تايم الثاني لصالح نادي الجزيره. في الملعب ريتشارد هيخش جوه الملعب، ادي عبد الله ادريس هيبقى على يسار الملعب، وريتشارد هو اللي هيخش جوه الملعب. تمشي على طول الكره ثاني الى كيبانو العرضيه حلوه ملعوبه لكن يطلع دفاع. وتمشي الكره ثاني مامادو كولوبالي الى خلفان مبارك، تمريره في العمق خطيره والحارس كولوبالي. عبد الله ادريس النني، تمريره في العمق بالنسبه للنني، محاوله ثاني خطيره هوبا العرضيه مش ممكن، فرصه اخطر واسهل فرصه تروح لفريق نادي الجزيره وتضيع. اول مره الجزيره في الهاف تايم الثاني يوصل كده. تمشي على طول الكره ثاني رامون ميريز، النني لخلفان، محاوله ثانيه عاوز يعدي خلفان، عدى 1 2 3 لعيب يا ولد لعيب، محاوله كتيره. تمشي كره ثاني جواو والعرضيه خطيره لكن تمركز دفاعي من ريتشارد. يمشي لفواز عوانه لكن مقطوعه الكره ثاني من امام اللاعب مامادو كولوبالي. تخبط الكره ثاني على طول في الامام لوسامبا، خطير جدا العرضيه هوبا الثاني يا ولد لعيب، يا الله يوسف نيكيتي يسجل الهدف الثاني بجبهه يمنى خطيره جدا. ادي انطلاقه عن طريق نيكيتي، يوسف ونيكيتي، لكن نلعب الكره الثانيه مع محمد ربيع. نيكيتي هدفين، هدف اول وهدف ثاني. تمشي كره ثانيه تمرير خطيره جدا، الرقابه مش ممكن.
اداء بنياس، مبروك بنياس.